مش عاجبك الراجل ومش عاجبك كلامه وما بتحبش فيديوهاته، اعمل له انفولو. انما تضر الراجل في اكل عيشه وعايز تقفل له صفحته، والله العظيم احنا وصلنا لمرحله صعبه قوي في تشجيع كره القدم. اسمع كده معايا عبد الله السماك بيقول ايه. مش عايز ابقى ترند. والله العظيم انا ما عايز ابقى ترند. لو الترند هيخرب لي حياتي وهيقفل لي اكل عيشي انا مش عايز ابقى ترند. انا صفحتي دي بتساهم في معيشتي، بتساهم في حياتي. فانت لما تضرب لي الصفحه وتبوظ لي الدنيا وتقفلها لي، انا حياتي هتقف، انا حياتي هتتدمر. وعشان ارجع اقف على رجلي تاني هحتاج شهور ويمكن سنين، وانت عارف الكلام ده كويس. انا كل اللي قلته كان حقيقه، انا ما كذبتش على حد، ومعايا مستندات ومعايا ادله بالكلام ده. انا مش بقول اي حاجه في اي حاجه كده، انا معايا مستندات وانا مش عايز اوضح لحاجه. انا بس قلت ان كلام احمد سيد زيزو كان صح. احمد سيد زيزو بياخد ملايين بره، انا مش باخد منهم حاجه، ومحدش من مقدمين المحتوى بياخد حاجه، ومش عايز حاجه. انا قلت كلمه حق ربنا يحاسبني عليها يوم القيامه عشان انصر فئه معينه. عايزين انا راجل زملكاوي، اقسم بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انا زملكاوي. يمكن بحب الزمالك اكتر من اللي فيه، عشان كده بوضح الاخطاء اللي فيه عشان الناس تفهم وتتعلم وتتعظ وتمشي صح. الراجل ده مثلا بيقول لك امشي عادل يحترم عدوك فيك. انت بتمشي غلط وبتعمل حاجات غلط، انت بتنافس نادي النادي الاهلي ما حدش ينفع ينافسه. انت سرقان انك كنت ترند مصر امبارح هتقبل لي صفحتي، هتدمر لي الدنيا. يا عم انا جمهور النادي الاهلي على راسي من فوق، جمهور الزمالك على راسي من فوق، كل الناس على راسي من فوق، بس انا بتكلم في حياه حقيقيه حصلت معايا. انت زعلت ان انا قلت كلمه معينه وان انا كنت بتوزع على حاجات معينه، انت زعلت واتضايقت ودنيتك خربت وناس بقى، وانا مش حمل الكلام ده. انا مش حمل الكلام ده، ومش حمل ان حياتي تخرب تاني، عشان هي خربت قبل كده 3 4 مرات بسببكم. دمرتوني بسببكم، ضيعتوا 3 4 5 سنين من عمري بسببكم. وانا مش عارف اعمل ايه. انا مش عايز حد، يعني سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. عايز ترد عليا رد، مش عايز ترد عليا تلاشاني تلاشاني ما كانك ما. عشان انا لو الحياه وقفت معايا، انا لو حسيت ان انا بيتقرص عليا انا هقول كل حاجه. والله العظيم ما بهزر، كل اللي في نفسي هقوله، مش شرط على حد معين بقى. كل حاجه حصلت معايا كل اللي في نفسي انا هقوله، مش هخاف من حد ومش هعيب من حد. فبعد اذنكم بلاش انا. احنا وصلنا لمرحله صعبه قوي والله يا جدعان، عشان الراجل بيقول كلمه الحق فنضر في اكل عيشه. الراجل طلع كشف اللي بيحصل في اداره نادي الزمالك، وطلع قال لك ان احمد سيد زيزو كلامه صحيح، وامام عاشور كلامه صحيح، وكهربا من قبلهم كلامه صحيح. بقى وحش، بقى بيوقع نادي الزمالك وبيوقع اداره نادي الزمالك. والراجل طلع قال لك في الفيديو اللي قبل ده كانوا عايزين ابقى لجنه من اللجان بتاعتهم، ان انا اطلع اشكر في نادي الزمالك وفي اداره نادي الزمالك وغيره. الراجل قال الحقيقه، عشان الراجل بيقول الحقيقه عايزين تضروه في اكل عيشه، عشان الراجل بيقول الصح مش عاجبكم. هو الصح دلوقتي بقى وحش، الحق دلوقتي بقى وحش، لازم يطلع ينافق ويقول لكم ان اداره نادي الزمالك كويسه، واللي بتعمله اداره نادي الزمالك ده كويس فتحبوه. الراجل عشان عايز يكشف لكم الفساد اللي في اداره نادي الزمالك يبقى وحش، عايزين تقفل له اكل عيشه. وراجل طلع قال لك انا لو فضلت سنين عشان اعمل صفحه جديده مش هعرف اعملها. عبد الله السماك اكل عيشه بيصرف على عيلته وعياله من الصفحه من السوشيال ميديا، عايزين تضروه في اكل عيشه. هي كره القدم وصلتنا للقذاره دي، كرة القدم وصلتنا للمرحلة دي. ايه يا جدعان في ايه؟ والله العظيم يا عبد الله يسماك احنا بنحبك وفي ظهرك، وجمهور النادي الاهلي وشعب النادي الاهلي في ظهرك، لانك بتقول كلمة الحق. واي حد بيقول كلمة الحق احنا في ظهره، حتى لو اهلاوي وهيطلع يقول كلمة الحق وادارة نادي الاهلي عملت حاجة غلط وفي فساد في ادارة النادي الاهلي وهيطلع يوضح لنا الفساد ده، هنقف في ظهره ونشجعه. واحنا يا جدعان بنتفرج على كرة القدم للمتعة مش اكتر ولا اقل، مش تطلع تضر الراجل في اكل عيشه وعايز توقع له الصفحة بتاعته وتقفل له الصفحة بتاعته عشان بيقول الحقيقة. كفاية بقى، كفاية بقى، حرام عليك والله لا تتحاسبوا على كل حاجة بتعملوها. بس كده، يلا سلام.